السلام عليكم خاوتي، معكم أنور. ومقطع تاعنا اليوم راح يكون بعنوان استضافة أفضل لاعب لوج بيت جزائري. طبعا عارف انه ساحبين على الاستضافات، ولكن المشكلة انه ما عندي كثير تواصل يعني مع لعيبة التوب، فماني لاقي مين استضيف. ولكن اليوم راح يكون معنا صديق قديم لي لاعب لوج بيت، حاليا هو التوب 300 العالم، معتزل من سنتين والحمد لله رجع اللعبة. رجع من مدة ومقدم مستوى جبار، يعني تخيل معي تعتزل سنتين ترجع تلاقي بطاقات الايفو، بطاقات جديده مدري ايش، يعني شيء كثير حلو توب 300. فراح نحضر له كذا جيم لايف ان شاء الله. وحبيت اتكلم فقط في نقطه صغيره، وهي بخصوص الاستضافات. انكم لاحظتوا انه اغلب استضافاتي انا يعني اللي بعلق عليها. المشكله مش انهم مثلا ما يريدوا يجوا معي وما عندهم مشكله، بس يعني انا ظروفي شوي يعني صعبه، ما فيني اصور براحتي، فلهيك احب اكون لحالي، ما فيني اجيبها معايا ديسكورد. ولكن مستقبلا ان شاء الله راح نحسنوا من جوده الاستضافات. وبس قبل ما نروح على المباريات، مستوى اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، وتحطوا لايك، واكتبوا لي في التعليقات مين نريد نستضيفه في المقاطع القادمه. وبس خلينا مع المباريات. اوكي، دخل ضد ما طبعا هذا لعب هوك سايكل. وللمعلومة بالقاسم زي ما حكيت لكم راجع جديد، فما عنده بطاقات الايفو الكافية. هو يلعب بالنايت ايفو مع الايس سبيريت ايفو، ولكن هذه التشكيلة تلعب بالبرميل ايفو. فاوكي يعني. ومعلومة اضافية، انا ما بعرف اعلق على جيمات السايكل، لان جيمات تعتمد على تشيب دامج برنسس، على الجسر، ماينر، روكيت سايكل. انا تعودت يعني على بناء الهجمات، بس يعني راح احاول ادي المطلوب مني. اوكي، ماسكي مع ايس جولم جاي على بالقاسم الان. هوج على الجهة الثانية، هل في برج نار بالنص؟ يا برج النار ولكن مش بالنص. اوكي معلش. خلينا نشوف يعني مين الاقوى، الهوج سايكل او اللوج بيت. طبعا هذا يعني زي ما نقدر نقول له كلاسيكو، حرفيا من اقدم التشكيلات هي الهوج سايكل واللوج بيت والثري ماسكي يعني. اوكي يعني الماسكي راح تاخذ ضربه اذا ما دافع، يب اخذ الضربه. اوكي، ايس جولم كان بريدكشن على البرنسس، بس بالقاسم يعني ما نزل شيء، راح يرجع بيها من ورا ولا لا. اوكي رجعها على الجسر، ولكن الماسكي كانت بريدكشن للمره الثانيه. غيلان بعاد عن اللوج، وات؟ ما بعرف صراحة كيف اللوج وصل على الغيلان، بس اوكي يعني الهوج اخذ تقريبا 3 ضربات، بس في مرتدة الان ما عنده كثير كثير الخصم. اوكي، وش مكان البرميل هذا؟ صراحة مكان البرميل غريب. اي سبيريت على الجهة الثانية راح يشبك. نايس. اوكي للامانه هذه الهجمه يعني كنت متامل انها تاخذ اكثر من هيك دمج، بس يعني عادي، اهم شيء انه رجع نوعا ما في الجيم. هل في برنسس على الجسر بعد ما يموت الايس جولم؟ لا ما فيش برنسس يعني، بس في افضليه اكسير طفيفه. لا بالقسم تقريبا 2 اكسير والبلايد من الطرفين. اوكي برنسس على الجسر راح تشبك، هي بشبكت، راح تاخذ ضربه واحده، الماسكي راح تتخلص منها. اوكي هل في نايت الان او ايس سبيريت على الماسكي مع لوج؟ اوكي فضل يلعب غيلان، راح ياخذوا الشيب دمج ولا لا؟ اوكي دافع عليهم بالايس سبيريت مع الهياكل كمان، ما راح ياخذوا ولا ضربه. يب ما اخذوا ولا ضربه. رجع نوعا ما في الجيم، بس لسه افضليه 400 دمج للخصم. السايكل روكيت من دون سابق انذار. هل في برج نار على السريع الان؟ يب برج النار بالنص من طرف بالقاسم، ما راح ياخذ الهوج ولا شيء طبعا. اوكي ايس جولم بالنص بريدكشن على البرنسس، بس ما في اي برنسس. اوكي ماسكي كمان على الجهه المعاكسه. نايتيفو من ورا مع ايس سبيريت. هل في هوج؟ لا ما في هوج، برنسس دفاعية. اوكي الان في هوج. هل في برج النار لتحت؟ لا فضل يدافع باللوج. اللوج ممتاز. اوكي برج النار صراحة ما اعرف محله من الاعراب، يعني ما كانش ليه لازمة، بس اوكي يعني. هل في برميل الان؟ برميل؟ اوكي ما في برميل. ايس جولم دفاعي من طرف الخصم. اوكي لوج الان على البرميل، يب لوج على البرميل. اوكي تقريبا نفس الدمج، فقط افضليه 100 دمج للخصم يعني، ما تذكر يعني. اظن انه في يرجع بالروكيت سايكل، ولكن انت يعني حط في الحسبان لما تلعب روكيت سايكل الخصم راح يضغطك بالهوك، ممكن حتى يسيكل لك دبل هوك. غيلان ممتازه طبعا، لازم دائما ضد الهوك سايكل تلعب الغيلان على جنب، عشان اللوج ما يتخلص منهم كلهم. روكيت سايكل للمره الثانيه من طرف القاسم. هل في ضربه برنسس؟ لا دافع عليها بالايس جولم. غيلان روما على الطرف الاخر اخذوا شويه دمج. اوكي برنسس ماسكي بالنص، قال تخلصت من البرنسس ودعمت هجمه الهوج. هل في روكيت؟ اوكي برج النار في وش الايس جولم، في وش الهوج بالضبط. اوكي النايت اوكي الماسكي بعيد عن رينج التور، ف دمجت النايت كثير يعني. اوكي هل في برميل؟ يب في برميل. صراحه جيم زي هذا كان راح يفيده كثير بالبرميل ايفو، بس زي ما حكيت لكم ما عنده يعني. فاوكي اوكي روكيت للمرة الثالثة حرفيا، سايكل 3 روكيت. هل في برج النار؟ لا فضل. اوهو عجبني. طبعا عودوا انه كل مرة يدافع ببرج النار، فهذه المرة باغتوا بالغيلان مع اي سبيريت، فما رمى لوج الخصم. نتوقع انه راح يدافع ببرج النار يعني زي العادة. اوكي حاليا افضلية الدمج مثل ما ملاحظين بالقاسم. اوكي نايت ايفو من ورا. اوكي كانون يتخلص من البرنسس.
اوكي الجيم بلش يهدى شوي. اوكي هل في، ما بعرف صراحة. اوكي برنسس، هل في روكيت الان؟ لا، فضل يدافع بالبرج النار. اوكي فايربول الان ممتازة صراحة، ما كثير مفيدة بس يعني الخصم ذكي، والظاهر انها على برج النار بس هو قاعد يسيكل. يعني شوفوا رجع افضلية. اوكي خلاص راحت الافضلية. قلت لكم انه رجع بالدمج بس يعني يسيكل روكيت ثانية. تقريبا يلزموا 3 لوج وروكيت لحتى ياخذ التور. اوكي برنسس على الكانون. برج النار في النص على الهوك. لا فضل يلعب نايت بس في برج النار شيء اكيد. في دبل ماسك الان بالساحه. برج النار هل في برميل الان؟ اوكي فضل يلعب الاي سبيريت. اوكي دبل ماسكي لساتها عايشه. هل في 3 ماسكي؟ لا فضل يلعب الهوك. اوكي البرميل مكانه ممتاز. روكيت زايد لوج تكف. اوه البرنسس شابكه. البرنسس لسه شابكه. اوه الهوك راح ياخذ تور ولا لا؟ لوج. برنسس ضربت جي جي. اوكي دخل ضد هذا اللاعب. طبعا يلعب بالكانونير، وكما نعرفوا الكانونير ضعيف نوعا ما ضد اللوج بيت. طبعا ولكن يعتمد على نسخة الخصم، يعني على تشكيلة الخصم قصدي. فاوكي يعني طبعا هنا كان راح يفرق معاه كثير البرميل ايفو، لانه البرميل ايفو سواء النسخة المزيفة او الحقيقية يعني راح يتطلع. يعني كيف اقول لكم، يعني كذا كذا الكانونير بيتخلص من البرميل بضربة واحدة. هو بطيء، فيعني ما راح تفرق اذا النسخة المزيفة او الحقيقية، كذا كذا بياخذ كثير دمج. فاوكي يعني الخصم بيكا اوكي مع جوبلين جاينت الى تشكيلة الحراس مع فيشرمان نايت ويتش المعروفة، يعني انتشرت هذا الموسم. فاوكي هذه التشكيلة ما فيها الزاب، فالمفروض انه بالقاسم يعني راح يتدارك الوضع ببرج نار، ولكن تبقى تشكيلة صعبة لانه اذا مثلا بنى له هجمة كبيرة مع بيكا ايفو اظن ما راح يقدر يتعامل معها، خاصة اذا يلعب ماذر ويتش. خلينا نشوف اذا الخصم عنده ماذر ويتش او لا. بس اوكي يعني مبدئيا بالقاسم ماخذ 1000 دمج تقريبا. اوكي 700 دمج لانه الخصم قاعد يلعب بالكانونير. اوكي برميل الخصم ما عنده شيء، يب ما عنده شيء، فراح ياخذ اوكي ماخذ تقريبا 1700 دمج في بدايه الجيم، فهذا الشيء ممتاز الان. اوكي طبعا هذه التشكيله لازم تحاول انك تفوز عليه قبل الدبل اليكسر، لانه الدبل اليكسر راح تزيد فرصته انه يبني لك هجمه كبيره وعلى الطرفين. وانا بعرف انه كثير لعيبه يعني برج النار يتغلبوا ضد النايت ويتش، خاصه ضد لانها تطلع باتس. يعني انا كلاعب اكسير جول ما عارف هذا الشيء دائما بتفيدني ضد برج النار. فاوكي يعني سبام بالغيلان راح يصرف اسهم. يب صرف اسهم، وهذا الشيء يعني راح يخليه يصرف البرميل الان. لو كان معه الايفو هو صرف البرميل بالفعل مرتين، كان راح يرمي له الان ايفو مع غيلان على الطرفين وبوم ياخذ واحد من التورات. بس اوكي يعني اوكي اللوج يعني ان شاء الله ياخذ بها تشيب دمج ويعدل السايكل بنفس الوقت. فاوكي يعني طب اللي ما يعرفوش معنى تشكيله اللوج بيت، هي فخ الجذع. ليش بيسموها فخ الجذع؟ يعني انت ترمي له غيلان او برنسس على الجسر عشان هو يرمي لك اللوج، فانت تسبام عليه بالغيلان او بالنايت مع برميل وهيك، يعني انت بتسوي له فخ. فهمت كيف؟ يعني تصرفوا اسهمه او جذعه او اي شيء، فليك مسمينها اللوج بيت. يعني معلومه جديده يعني اللي ما تعرفوهاش، يعني للناس اللي ما تعرفها. فاوكي برج النار. اوهو البيكا رجع. الفويد ممتاز. ايس سبيريت ضاع. هل في روكت الان؟ نايس. اوكي ممتاز. طبعا اذا ما اعرف اذا لاحظتوا هذا الشيء ولا لا، بس يعني برج النار كان ناسف اصلا البيكا، يعني متخيلين بدمه نقطه وما هيك تخلص من البيكا، عشان تعرفوا بس الرعب اللي بيسويه برج النار للتشكيلات هذه. اوكي برميل على الجهه الثانيه راح ياخذ ضربه. اوكي دافع بالحراس الخصم. اوكي ما اخذ ولا ضربه، ممتاز صراحه. اوكي البرنسس راح تتكفل بالوضع. هل في لوج الان على الجهه الثانيه على الحراس؟ لا فضل يلعب غيلان عليها. اوكي هل في برميل الان ولا اوكي لسه ما جاب؟ اوكي الان المفروض جاب البرميل بعد ما صرف. اوهو البرنسس عاشت. اوكي نايت من ورا. المفروض جاب نسخه الايفو الان. هل في برج؟ اوكي برميل على الجهه الثانيه يا بعد علينا. اوكي اوكي برج النار بالنص راح يتكفل بالبيك او راح يتكفل. اوكي غيلان على السريع على بلوك على الفويد. اوكي ممتاز. اوكي صراحة ماني عارف اعلق، بس اوكي يعني هل في برنسس ثانية الان ولا لا؟ خلينا نشوف. اظن في برميل المفروض، يعني ماني قاعد احسب السايكل لانه الريتم بلش يسرع، يعني احنا في الدبل اليكسر. اوكي رينج الروكيت جي حرفيا جيم كان ايزي. فالجيم اللي بعده. اوكي دخل ضد هذا اللاعب الياباني. هذا لو حموكشا كان قال لكم انه موجي من حسابه الثاني وتلاقيه نزلها عنده مقطع، بس ما علينا. يعني اوكي يلعب بالزاب ايفوكي مع الحراس. الاغلب يلعب يا تشكيلة لافا يا بيكا يعني، بس يعني اظن لافا يعني. فاوكي برنسس دفاعية من طرف بالقاسم. طبعا ما راح ياخذوا ولا ضربة. اوكي الخصم رجع باللافا فيرست بلاك. اي لاعب لافا طبيعي، يعني هذه طريقتهم. اوكي في غيلان اكيد يعني فالكيري من طرف الخصم. يب بالضبط. صراحة شوفوا
هي ذي الحركة صح وغلط في نفس الوقت. الخصم دافع بأربع إكسير على 6 إكسير، بس أنت صرفته 4 إكسير، فما في يدعم بالون الآن، ولو دعم بالون ما راح يستفاد شيء. أوكي دعم بالتنانين، صراحة المفروض كان نزل فويد على برج النار، بس أوكي يعني من هذا المنبر نقدر نستنتج إنه هذا اللاعب صفر خبرة باللافا يعني، فأوكي يعني صراحة غريبة من بالقاسم خلى التنانين يشبكوه، بس يعني الخصم ما عنده أسهم، فأظن إنه نايت مع برميل راح ياخذوا كثير دمج الآن. خلينا نشوفوا. اوكي الجيم هادي من الطرفين، هيا نزلوا اي شيء، انا اريد الشيء اتكلم عنه يعني. اوكي كيفكم شباب، شو الاخبار؟ سوي لايك على المقطع. اوكي برميل من طرف بالقاسم. اوكي زاب اوكي. بصراحة نشوفوا البرميل صح وغلط كمان في نفس الوقت، لانه الان الخصم معاه زابيب، فالاجمل جاية اتوقع انها راح تاخذ التور الا اذا حدثت معجزة يعني. اظن انه البرميل راح يضرب ضربة كمان، غول الرمح قصدي، بما انه يعني دعم باللوج. فاوكي هل في برنسس؟ لا ما راح يقدر يرمي برنسس على الجسر. شوفوا الميجا مينيون اصعب من الانفيرنو ضد لوج بيتا، لانه الميجا مينيون ب3 اكسير فقط ويتخلص من الغيلان بسرعه، اما الانفيرنو فب4 اكسير وبطيء يعني تقدر تشتته باي شيء. فما علينا يعني. اوكي فالكيري الان الخصم جاب الفالكيري ايفو وجاب الزاب ايفو. اوكي البرميل راح ياخذ مليون دمجه. اوهو دفع بالتنانين غبي. وات اخذ 2000 دمج. اوكي اي سبيريت ايفو الان. طبعا حبيت اقول لكم معلومه بخصوص يعني بما انه نزل الاي سبيريت ايفو، هي نصيحة يعني انك ما تبخل في الايفو. انا عارف انه مثلا في بطاقات لازمك مرتين عشان تسيكلهم، في بطاقات يعني صعب انك تجيب نسخة الايفو فانت تحاول تحافظ عليها، لكن والله تندم خاصة اذا انت لاعب سايكل. يعني اذا معاك الايفو في يدك فرمي عادي، دافع به لا تبخل. اذا لاحظت بالقاسم الاي سبيريت ايفو بيجيبوا ب2 سايكل، وما هيك تلاقيه يرميه حتى على الهياكل او اي شيء يعني. لا تبخل بتندم والله، لو ياخذ منك الخصم دمج راح تندم. فاوكي يعني لافا من طرف الخصم للان ما صار في الزابيب، وللامانه هذا الشيء ما توقعته منه. بس اوكي يعني برج النار على بكيره. يب اوكي فويد هل في بلوك؟ يب بلوك عليه بالنايت. والله يعني ما بعرف صراحة، أنا أحس إنه شو بالقاسم قاعد يغلط والخصم قاعد يغلط أكثر منه يعني. هذا مستوى متدني جدا باللافا. هل في ضربات من الغيلان؟ أوكي ضربة واحدة تقريبا يلزموا 4 لوج مع روكيت عشان ياخذ التور بعد علينا. أوكي يعني أوكي هيا هل في برانسس ثانية الآن من طرف بالقاسم ولا لا؟ أوكي فضل يلعب آيس سبيريت. برانسس الثانية الآن. أوكي مكان البارون غريب من طرف الخصم. أوكي هل في روكيت عليه؟ أوكي ممتاز. وات اصبر. برج النار ما عنده اكسير لبرج النار. اي سبيريت على السريع. اوكي لازم يحاول يسايكل روكيت، ما فيش مجال. اوكي نايت ايفو دفاعي 3 تنانين شابكين عليه مع فالكيري راح يتبخر. اوكي برميل ممتاز من طرف القاسم، ما عنده اكسير الخصم للدفاع. جي. اوكي دخل ضد بابلو 10. اوكي يلعب بالباتس. خلينا نشوف تشكيلته. برانسس من ورا من طرف بالقاسم. اوكي مع ماينر. اظن الخصم يلعب يا ميجا نايت يا مورتر على الاغلب يعني. فاوكي هل في نايت من وراء؟ اوكي فضل يلعب بالبرميل. مورتر من الجهه الثانيه. هل في برج نار عليه؟ يب برج نار عليه. طبعا الخصم يلعب بنسخه دقيقه نتكلم في نقطه جد مهمه. طبعا التشكيله هذه كاونتر، ولكن الكارثه الكبرى انه هذه التشكيله بالكانونير، ويعني 70% الجيم للتشكيله يعني انت بالكانونير. الكانونير ضعيف ضد لوج بيت، فما بالك انه الخصم هذا يلعب بتشكيله كاونتر وكمان ببرج الاميره. خلينا نقول انه الجيم هذا راح يكون 80% للخصم و20% للقاسم. اوكي خلينا نشوف كيف راح يتعامل مع الوضع. هل في لوج الان ولا لا؟ اوكي فضل يلعب النايت ممتاز صراحه عشان يسيكل نسخه الايفو. هل في برميل الان بما انه نايت في الساحه؟ لا فضل يلعب برنسس جهه ثانيه. اوكي بريدكشن على الغيلان، ولكن الخصم معكس يعني الاوضاع. دافع بملك الهياكل على الجهه اليمين والغيلان على الجهه اليسار. اوكي المورتر راح ياخذ كثير دمج اذا ما دافع عليها. برج النار راح يتبخر. والله عايش برج النار. اوكي هل في لوج او اسهم على الغيلان؟ لا ما في شيء عليهم. اوكي تقريبا ما في اضرار تذكر يعني، تقريبا نفس الدمج. لازم يدافع على غول الرمح هذا. هل في ايس سبيريت عليه ولا لا؟ اوكي عطاله ضربة. اظن انه عشان الاكسير، بس يعني تقريبا نفس الاكسير. اوكي ما علينا. هل في برنسس على الجسر الان ولا لسه ما جابها؟ خلينا نشوفوا يا بيبي. هيا ارمي اي شيء. اوكي اي سبيريت فوق عالي على الايس على الباتس. ما مات البرنسس. البرنسس ماسكه على الماينر. تقريبا الخصم اخذ 1000 دمج من ولا شيء هيك فقط. مش عارف. اوكي هل في لو نسيت انه يلعب بالاسهم. اوكي البرنسس شابكه الغيلان كمان ضربه كمان من البرنسس.
اوكي، رجع في الدمج. تقريبا فرق 50 اتش بي فقط. هل في برج النار بالنص او نايت؟ لا، برج النار عالي على اوهو. والله ماني عارف اعلق على الجيم هذا صراحة، ان الريتم كثير سريع. مهم، جيم مليء بالغيلان، هذا اللي يقدر اقوله. هل في نايت على اوكي صرف النايت؟ هل في اي سبيريت عليها؟ لا، فضل يلعب عليها غيلان. هل في اي سبيريت الان؟ اوكي، اي سبيريت في مكانه غلط. هو كان متوقع انه راح ينط على شو اسمه، ولكن ما نط. الخصم بلش يحشي. هل في برنسس عالية؟ لا. والله ماني عارف ايش اعلق، خلينا نشاهد وخلاص. يعني نفسي النفس ضاقت فيا. اوكي. اوكي، ما بعرف كيف دافع، بس اهم شيء يعني طلع عايش. تقريبا اخذ منه 800 دمج بس. المهم اوكي، مورت الدفاعي. على فكرة، اذا تريد تخلي لاعب لوك بيت يجن، العب له اكسبو في النص، او العب له مورتر في النص. ما في يرجع بالبرانسس، ما في يرجع بالغيلان، ما في يرجع بولا شيء. فانت حرفيا كذا خانقه. انا بعرف هذا الشعور. بس اوكي يعني، طبعا السايكل روكيت هذاك راح يعطي شويه فاليو للخصم في الاكسير، ولكن ها راح يتعامل معه. اوكي، برج النار على بكير يا بنتي، بعدي علينا. اوكي، برنسس ممتاز صراحه. مكانها ماينر مش بريدكشن من طرف. اوكي، اسهم بريدكشن عشان الغيلان اللي كان حيدافع به مع الماينر. بس يعني بالقاسم نزل. خلينا نشاهد ونسكتوا لاني تعبت. اوكي، اي سبيريت مع برميل على الجهه الثانيه، لوج على ملك الهياكل والبوم تاور، وراح لي الكلام. اوكي، ما علينا. اوكي، نايس دفاعي. هل في لوج متاخر او برانسس من طرف بالقاسم؟ اوكي، فضل يلعب برانسس. هل في لوج؟ لا، ما فضل ما يلعب لوج. اي سبيريت لفوق. الايفو ضاعت على ولا شيء تقريبا. بس اوكي يعني، اي والله الان منتبه. تور الخصم 700 تقريبا. اوكي، هل في نايت في النص؟ والنايس مكان جي روكيت وخلص. اوكي، لوج وخلاص. يب، هل في لوج الان من طرف القاسم ولا لا؟ هيا يا ابن القاسم، لوج. نفسي ضاعت. خلينا ننهي المقطع. اوكي، جي. والى هنا وصلنا لنهاية المقطع. حبيت بس انكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم بتعليقي وبلعب بالقاسم. وبس، مع السلامة.